ان جوميز مش مقتنع فنيا بمحمود بنتايج، وهو شايف ان محمد حمدي هو اللي يلعب مباراه السوبر. خلينا نكون واضحين، هو لا طلب بنتايج ولا طلب محمد حمدي. هقول لحضرتك معلومات مؤكده. اتفضل. الزمالك مع جوناثان خلص كل حاجه. الزمالك جاب 5 صفقات، المغربي محمود بناتايك، ظهير ايسر سانت تيان، واحنا انفرجنا امبارح ان عبد الواحد السيد قال لك قعدنا معاه ولا صحه ان جوميز مش عايزه، والنهارده كل الناس قالت الكلام ورانا، بس انا بقول لك يا كابتن عبد الواحد والاخوه جوميز مش عاجبه. المعلومات اللي جايه لي من داخل الفريق هو عدم قناعه جوميز ببنتايج. فعلا عمر جابر هيكون بالنسبه لجوميز هو الخيار الاول في مركز الظهير الايسر. المفاجاه بقى ان جوميز مش مقتنع بمحمود بنتايج، يعني اللعيب الباك الشمال اللي هو المغربي اللي جاي من الدوري الفرنسي، في كلام ان جوميز مش مقتنع بيه تماما ومش ناوي يحطه اساسي. جايب دوري مغربي وولد كان في فرنسا، ما عرفش حتى يقف باك ليفت ولا يعمل اوفر. لا ما برضه المعلومه اللي انا زي ان انت قدامي دلوقتي كده ان هو مش راضي بنسبه كبيره عن الصفقات دي، وهتشوف الكلام ده في تشكيل السوبر. هلاقي اللعيبه اللي هم كنت تلاقي، ممكن تلاقي مثلا عمر جابر باك ليفت، ممكن تلاقي احمد هتلاقي يعني حاجات كده يعني. يعني المفروض انت الصفقات انت بتجيب بس بتجيب من يعني خلاص زي يحيى عطيه الله كده من اول ماتش بينزل. لازم من اول ماتش بينزل. فانا بقول لك النسبه لا تتعدى ال 20%. انما موضوع بنتايج ده انا بقول لك ناس مقربه من جوميز قال كده، انت ما سمعتش حاجه زي كده؟ بنتايج هو بيتكلم عنه، بس بيتكلم عنه لعيب عادي، يعني مش لعيب هيصنع الفرق معاه او عوض الغياب، لكن هو بيتكلم عن لعيب عادي لانه لسه زي ما قال كابتن احمد. لدرجه الناس يقول لك ده محمد حمدي